بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها حامل ونايمة جنب واحد ما تعرفوش، ولما بتسأله انت مين بيقول لها معرفش. ايه اللي جابك هنا اساسا؟ انت مين اصلا؟ فبترد عليه هو احنا هنهزر؟ بس لما بتبص على الموبايل بتلاقي نفسها متصورة معاه كتير وكأنه جوزها بالظبط. وبيرجع بينا الفيلم فلاش باك قبل يوم واحد بس بإنجن رجل الأعمال اللي صاحي بدري وبيلبس هدومه عشان ينزل شغله. أما دول مارفي وإيلين، اتنين عوانس، ومارفي بالأخص هتموت وتتجوز، وبتبقى إيلين متغاظة منها جدا، مفيش في بقها إلا سيرة الجواز. وإنجن وإيلين محجوزين على نفس الطريق بسبب الزحمة، بس هو بعربيته الفخمة وهي في الأتوبيس. وبيكون إنجن وصاحبه برضه بيتكلموا في نفس الموضوع، وصاحبه بيقوله ما تتجوز بقى وتستقر، وإنه يعرف كذا صاحب متجوز ومبسوط. فبيقوله إنجن بيضحكوا عليك، هما بس عايزينك تلبس زيهم، أمال تعيش أنت مبسوط لوحدك. وبيروح الحي اللي هيعمل فيه كومباوند جديد وبيقابل سكانه وبيوعدهم بشقة فاخرة فيه، وفي المقابل إنهم يتنازلوا عن البيت. وبعدين بقى بيعدي على شركته وبيلاقي عايدة قاعدة مستنياه في المكتب، فبيبقى عايز يضرب السكرتيرة. إيه اللي دخلها هنا؟ بتترمى عليه وهو مش معبرها. وفي نفس الوقت ده إيلين ومارفي بيوصلوا شغلهم وبيكونوا بيشتغلوا في قاعة حفلات ومناسبات رسمية، وبتبقى لسه مارفي عمالة ترغي في حب حياتها اللي مش لاقياه ده، والتانية قرفانة منها أساسا. هو أنا عانس بس بمزاجي، جواز إيه ورخامة إيه، الحمد لله سأظل سنجل للأبد. والمشترك بينها وبين إنجن الاتنين كارهين سيرة الجواز. وبالليل بقى بتاخدها صاحبتها بالعافية عشان يروحوا يسهروا في مكان، واللي بالصدفة إنجن واصحابه بيكونوا سهرانين هناك. وبيحب إنجن إنه يروح يحضر أكله بنفسه وسط الشيفات في المطبخ، هواية وكده. وفي نفس الوقت ده بيكون في كام راجل عجوز مصممين يتعرفوا على بيلين وصاحبتها بس بالعافية، فبيمشوا من قدامهم وبيجروا على المطبخ، فبيلاقوا إنجن والشيف واقفين، والأربعة بيتنحوا لبعض. وبعدين بتسألهم إيلين هو المخرج منين، فالاتنين بيشاوروا لها من هناك. وبيبقوا الأربعة مش فاهمين إيه الانجذاب ده كله. وإيس فجأة بتصحى من النوم الصبح وبتلاقي نفسها جنب واحد ما تعرفوش، وبتقوله هو أنت مين؟ فبيرد عليها أنت اللي مين؟ دي شقتي حضرتك. والاتنين بيبصوا على ايدهم وبيلاقوا نفسهم متجوزين والدبل في ايديهم واللازم منه، وبيرقعوا بالصوت. وبتبقى هي مكسوفة لأنها باللبس ده قدام راجل غريب وهو كمان قالع ولا همه، وبيبقى عايز يقلع الدبلة ويرميها بس ما بيعرفش. وبتقوله انت اللي خدتني لبيتك، عملت فيا ايه انت؟ وبعدين بيرن الجرس وبيروح يفتح عشان يشوف مين ده. الله، ده مش عارف الفيلا كمان ولا حتى الباب منين. وبيطلع ديليفري المدام كانت طالباه، فبيقوله المدام محتاج حد يضربني قلمين كده ويقول لي ان ده مش حقيقي. وبيجري على صوتها لما لقت صور فرحهم مع بعض، والاتنين بقى بيقعدوا يقلبوا في موبايلاتهم وبيتفاجئوا انهم متجوزين فعلا. ووالدتها بقى بتكلمها وبتأكد لها الكلام ده. وبتدخل بقى الأوضة بتلاقي دولاب مليان فساتين، وهو كمان بيلاقي كبيرة على جنب وباين انه كان متعور من كام سنة. فكل اللي بيعجبها في القصة دي الهدوم اللي عندها، وبيتفاجئ ان طابور الشميزات اللي عنده بقى تيشيرتات بس. وبيسألها ايه اخر حاجة فاكراها، فبتقوله كنت في مطبخ من سنتين وبحاول اهرب بس اتفاجئت اني متجوزة اهو. فبيقول لها كفاية بقى سيرة الجواز دي بتخليني ارجع. وبعدين بيلمح لها انها اتجوزته اكيد عشان فلوسه، فبترد عليه مش لما اعرف انت مين الاول، اسمك ايه يلا؟ فبيقول لها انجن انت عمرك ما كنت هتعرفي تتجوزيني ولا حتى في احلامك. وقبل ما تمشي من البيت بتقوله هتطلق حالا. وبتخرج بقى عشان تركب تاكس، بس بتتفاجئ ان الحارس بيديلها مفتاح عربيتها. ولما بيسأل هو كمان على عربيته بيقوله لا يا فندم انت بتركب عجلة، دي بتبقى كحيانة كمان. وبتوصل شغلها وهي مش فاهمة انها صاحبة كل ده، ومديرتها الرخمة كمان بتشتغل عندها. وبتاخدها مارفي لمكتبها وبتبقى مش مصدقة ايه ده كله. اما انجن بيتفاجئ لما بيروح شركته وبيعرفوه انه باعها، فبيدخل المكتب وبيلاقي صاحبه هو اللي قاعد، وعايدة اللي كانت مرمية عليه دي اتجوزت التاني. وبيقولوا له انت اللي اتغيرت من وقت ما عرفت إيلين، خسرت شغلك ومشاريعك وفتحت مطعم وهو ده اللي باقيله. اما صاحبتها في الوقت ده بتكون بتقرا الفنجان وبتقول لها خلي بالك في بيبي جاي قريب. فبتروح حتى صباعها في القهوة وبتقول لها مش هيحصل ابدا. وبيكلمها انجن عشان يعرفها انه من ساعة ما صحي وحياته غريبة، شركتي ما بقتش شركتي والعربية بقت عجلة. فبتقطع كلامه وبتشكره عشان يعني اشترى لها الشركة
الشركه اللي هي بتشتغل فيها. لا وايه، خلاها صاحبتها. فبيرد عليها لا كده كتير، ما تيجي نروح لدكتور نفسي حالا. واول ما بيوصلوا بيقول لهم الدكتور كلهم بييجوا هنا وبيقولوا لي كده، انا في كابوس يا دكتور وعايزه افوق وخلافه، انا حاسس اني في حلم، نفسي ارجع واعيش طبيعي. طيب ما تيجوا نعمل حاجه تانية، نتعامل مع الوضع ونحاول نحبه، يمكن يعجبكم. وان كل المتجوزين في البدايه بيبقوا كده، بيخافوا يعيشوا مع ناس تانية وينسوا الاستقلاليه، فبيقتنعوا بكلامه نسبيا يعني، وبيقرروا انهم يعيشوا مع المصيبه دي، وبيقرروا هما الاتنين مع بعض يروحوا السينما. بس اول ما بيضايقها بتطلق عليه الفشار، وبيحاولوا يرجعوا حبهم وايامهم الجميله اللي هم اصلا مش عارفينها دي، وبيرقصوا على الشاطئ في الشارع. ولما بتقرا من كتاب الذكريات بتاعها بتقوله روحنا في ميعادنا الغرامي الاول الحي بتاعي القديم، وتمشينا هناك شويه. بس اول ما بيروحوا بتتفاجئ انه بقى مكان تاني خالص. وعلى اخر اليوم بقى بتروح معاه البيت لان ما بقاش في مكان تاني عشان تنام فيه. واول ما بيدخلوا الفيلا بيسمعوا صوت حد جوه، وبيتفاجئوا ان اهلها واصحابهم عاملين حفله بمناسبه عيد جوازهم، وبيسالوهم اتعرفتوا على بعض ازاي، فبيبقوا مش عارفين يقولوا ايه، دول لسه متعرفين على بعض النهارده اساسا. وبيقول لهم انجن احنا متجوزين من سنتين بس زيكم، معرفش شفتها فين اول مره. وشويه وبيخبط عليه والده اللي جاي يزوره من فتره وما يعرفش عنه اي حاجه، وبيحكي له على الحادثه اللي عملها من سنه، وان مراته قد ايه وقفت جنبه وكانت دايما بتعمل له اكلاته المفضله وتحطها جنبه بقى عشان يشم ريحتها يمكن يفوق، وانه فعلا فاق وبسببها هي رجع للدنيا تاني. فبيدخل بقى يعاملها كويس وبيساعدها في شغل المطبخ، وبيبات عندهم اليوم ده، وبيكون جايب لمرات ابنه هديه كده بمناسبه عيد جوازهم، وبيشكرها لانها صلحت من ابنه وساعدته يرجع لحياته. وفي الاوضه بقى بتقوله يطلع ينام بره، فبيعرفها ان الكلام ده مش هينفع. ووالده يقول عليهم ايه، فبتقوله لا مش هوافق، ما ينفعش اقعد مع راجل غريب في مكان واحد، وبتحط له اللحاف على الارض. فبيرد عليها انت بتعملي كده ليه، انا كده مش طايقك اساسا. وكلاكيت تاني مره بيصحوا الصبح وهما الاتنين جنب بعض، بس بيكون ظهر له شعر ابيض. هو بيستغرب شويه بس ما بيهتمش، انما هي بقى اللي بتصحى بتهتم جدا. دي لقت نفسها حامل، وبترجع بقى تصرخ في وشه، وبتقوله ازاي حامل كده وخلاص هولت، وهم اصلا ما عداش عليهم الا امبارح بس. وبيبصوا في الموبايلات بيلاقوا صور كتير ليهم مع بعض وهي حامل، وكمان مجهزين مكان للبيبي وشكلها بنوته. وبيروحوا للدكتور النفسي يمكن يلاقي لهم حل. واول ما بيشوفهم بيقول لهم انتوا تاني احلام وكلام فارغ مش كده. فبتقوله شفت صحيت لقيت نفسي حامل في التاسع. فبيتعامل معاهم على انهم مجانين، وبيقول لهم عندي حل ليكم المره دي، في الاحلام بيحصل دايما اللي خايفين منه، طب ايه رأيكم تعيشوا حياة المتجوزين وتخلفوا كتير وتشوفوا ايه اللي هيحصل. فبيوافقوا على الحل ده، وبيعدي كام اسبوع والبنوتة بتشرف، وبيختاروا مع بعض اسم البنت. وبمجرد بقى ما بيسيبها عشان تنام وترتاح بيصحوا تاني يوم يلاقوا نفسهم في البيت، وبيكونوا خلاص اتعودوا على الجو ده بتاع كل يوم عدى كام سنة. وبيروحوا بقى بسرعة على أوضة البنت، بيلاقوها كبرت وبقت عندها 4 سنين على الأقل. وأول ما بيشوفها بيقول لها شبهك بالظبط، وبتطلب منه البنت أرنوب تلعب بيه. فبيروح بقى يجيبه في وقتها، وبيقرروا بقى من وقتها يعيشوا حياتهم طبيعي. وبياخدوا البنت عند جدها، وبيقول لإيلين إن حتى اللي بيعيشوا ده لو حلم هو عايز يكمل فيه ويبقى حقيقة. وبيصحى من النوم بيلاقي نفسه في بيته وحياته بقى رجعت طبيعي. والغريب إن هي كمان كانت بتحلم نفس الحلم، وبيكتشفوا إن ما كانش حقيقة. وبتنده على مارفي وبتقول لها شكلي كده وقعت في الحب بجد، كنت بحلم بالشاب بتاع امبارح. وبتفضل تحكي لها في الحلم، وبيقوم يلبس هدومه وبينزل شركته، بس وهو لسه بيفكر فيها. وبتكون إيلين برضو عايشة نفس الحالة، وبتبدأ بقى تراقبه من بعيد. أما إنجن بيروح عند والده عشان يحكي له على الحلم بتاع امبارح، وإنه نفسه يتجوز البنت اللي كان معاها. فبيقول له والده يروح يدور عليها ويديله العقد بتاع العيلة اللي هو أصلا اداهولها في الحلم. وبيروحوا هما الاتنين نفس الأماكن اللي كانوا بيروحوها في الحلم، الفيلا، الشارع اللي على البحر ده، حتى الأرنوب اللي جابه للبنت في الحلم بيروح يشتريه. وشوية وبيتكلموا عايدة عشان يروح يقابلها، فبيعرفها بقى انه بيحب بنت شافها في الحلم. وبتكون إيلين وقتها واقفة وبتراقبه، وفجأة بيشوفها من ظهرها وبينده عليها، ولسه هيعدي عشان يروح لها عربية بتخبطه، بس بيكون فايق وبيقول لها عايزين نعيش اللي شفناه في الحلم. وبتعرف ان هو كمان شاف نفس اللي هي شافته. وبيعدي الوقت لحد ما بيجي يوم فرحهم، وبيتجوزوا
بيتجوزوا هو لسه متجبس، وبيتصوروا نفس الصورة اللي شافوها في الحلم بالظبط، وبعد سنين بيخلفوا بنت برضه، وكأنهم شافوا حياتهم هيحصل فيها ايه بعد كام سنة قدام. هو الفيلم حلو بس انا شايفة انه كان محتاج حبكة درامية احسن شوية في الحتة اللي بيشوفوا فيها بعض، يعني يكون مثلا اتعرف عليها او اتقابلوا مرة او اتنين ويعرفوا ان في حاجات بينهم مشتركة، وبعدين بقى ندخل على الحلم. انما على طول كده من غير يعني اي تمهيد، الحركة دي قللت من حماس المشاهد شوية. بس مجملا يعني الفيلم حلو، وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.